فتحي قوي كمان يا كابتن. بص، انا اقول حاجه، لو حصلت النادي الاهلي هينافس على كاس العالم للانديه. ايه بقى؟ لازم يجيب حد في الديفنس كويس قوي، حتى لو محترف مساك جنب محمد عبد المنعم، ويكون لعيب كوره. وزي ما انت بتفكر في الفيرود ان انت عايز تجيب واحد يخلص، لازم واحد يلعب. دي مشكله النادي الاهلي، ان حد يلعب من ورا. بجانب محمد عبد المنعم، بجانب محمد يعني ياسر ابراهيم يعني ما حققش الطموح اللي انت بتقوله ده. لا هو كان محمود متولي بس اصاباته كتير. هو ده اللي كان ممكن يعوض الحته دي. فانت عشان اصاباته، وانا سامع ان هو ممكن يمشي. لا ما اعتقدش يعني. انا سامع. لا ما اعتقدش. بس انت لازم تجيب واحد جامد. يعني تجيب واحد عشان الاصابات لو اتكررت. لا بغض النظر، حتى لو محمود سليم، ما هو لما هتجيب واحد جامد في الحته دي، محمود هيموت نفسه وده هيموت نفسه، ده في صالح النادي الاهلي. واخد بالك؟ وتجيب توريه، بلاتي توريف، والجلاصي، الكلام اللي كنا بنقوله على الزمالك. بس دلوقتي النادي الاهلي هو اقوى في ايه؟ في الناحيه الماديه، في اشتراك البطولات سواء في افريقيا او في كاس عالم الانديه. واخد بالك؟ فانت عايز لعيبه كتير، يبقى الجلاصي وتوريه ومصطفى فتحي. حتى لو مشيت بيرسي تاو، مش جاي له احتراف؟ هم كل اللعيبه سواء عبد المنعم، بيرسي تاو، ديانج اهو، كله يعني كل واحد عنده عروض. بطل افريقيا، افضل لعيبه، فاكيد عروض كتير. يعني انا بقول لك، انت لو جبت الثلاثه دول، الثلاثه اللي انا بقول لك عليهم، واحد يكون مساك كويس قوي، وعندك توريه في نص الملعب، وتمشي بقى ديانج، تمشي التخين في الحته دي. اوكي. لكن امام عاشور ما يفيدش الاهلي. ما انت لو جبته، هو جه، هو مضى الراجل خلاص. ايوه ما مضى، بس لسه اعلنت. لا لسه. طيب اما تعلن قول. ايوه انا بكلمك. ما بص برضه، حتى لو كده توريه ده انت بعتها خلاص. انت بتقول تجيب، ما جبتش. لا ايوه، هات واحد ديفندر يروح بيه بالنادي الاهلي في حته ثانيه برضه هو كمان. مين؟ هو امام. اشمعنى دلوقتي بقى يروح في حته ثانيه؟ لا يعني قصدي انت بتقول النادي الاهلي ياخد كاس عالم لو جاب دول ودول ودول. ايوه ماشي، ما هو امام طبعا لو كمان موجود، ايه اللي يحصل؟ ايوه ما بص، انا عايز واحد دلوقتي ديفندر في نص الملعب. ديفندر. واخد بالك؟ اللي هو بيلعب الكره لقدام، اللي بيمسك الكره ويلعبك، اللي هو توريه. حط بقى جنبه امام عاشور، حط جنبه بقى قفشه، حط جنبه اي حد يكسر الدنيا. وقدام مصطفى فتحي دوت، انا شايف ان هو اقوى صفقه لو النادي الاهلي جابها من بعد رضا عبد العال. السلام عليكم. لا انا بكلمك بجد والله. بعد رضا عبد العال؟ ليه ما فيش اي صفقه جت للنادي الاهلي بعديك يا كابتن؟ لا في صفقات طبعا، بس قصدك الموهبه يعني؟ الموهبه انت جبت مين موهبه من بعد؟ ابو تريكه يا كابتن. ابو تريكه ما كانش في الزمالك،